المستمعين في الجزائر وخارج الجزائر. مسار طويل سيكون لنا من الوقت لنتحدث فيه، لا نقول بالتفصيل الممل ولكن ببعض التفاصيل التي فيها من الشخصي وفيها من الجماعي أيضا. على كل حال ساعتين من الزمن هكذا فريدة سنقضيها برفقة السادة المستمعين في هذا البرنامج التفاعلي، وبعض الأساتذة الأفاضل الذين سنتصل بهم حتى نتحدث عن تجربة الإذاعة الثقافية، عن هذا الحلم الجميل. هي الذكرى 28 بالفعل لعيد ميلاد الإذاعة الثقافية، المناسبة التي نحييها ونعيشها كل سنة بأماني متجددة أن تكون الإذاعة الثقافية دوما رائدة ودوما في خدمة الثقافة. إذا مستمعينا الأفاضل، عام كامل يمر ومسيرة بدأناها في عام 1995 في الأول فبراير، وكان الأول أيضا من رمضان. لازلت أتذكر جيدا تلك اللحظات. أنت عشت لحظة الانطلاق الإذاعة. نعم. رابح. كأين حوايج نسيتهم. نعم، ولكن تبقى بعد الذكريات نعم. وبعض الملامح. طبعا هذا أمر لا ينسى، يعني أنه الإنسان يكون موجود ويكون حاضر ويكون شارك ولو بشيء بسيط جدا في نشأة وفي بداية مؤسسة مثل مؤسسة الإذاعة الثقافية. سعدت كثيرا بالعمل فيها. كانت أمنيتي أني نشتغل في الإذاعة في أي إذاعة أو في التلفزيون، وتحققت أمنيتي إذن بالإذاعة الثقافية والحمد لله. مسار طويل حققنا من خلاله الكثير أظن رشيد. نعم. برامج عديدة، تعرفنا على أناس كثيرين، صحفيين، منشطين، تقنيين، مخرجين، أيضا مستمعين كثيرين، أساتذة جامعيين. يعني الإذاعة الثقافية تضم الجميع، والآلاف من المعجبين والآلاف من المتذوقين لبرامج الإذاعة الثقافية، لفنها، لموسيقاها، لمواضيعها الكثيرة. وأنا دائما كنت أصر وألح، أصر إلحاحا وألح إصرارا على أن الإذاعة الثقافية تكون متميزة في كل شيء، في أغانيها، في موسيقاها، في برامجها، في مقاربتها للبرامج، أيضا في تناولها للمواضيع. برنامج يبث في الإذاعة الثقافية لا يمكن أن يكون مثله في القناة الأولى أو في إذاعة أخرى. وهذا ما يجعلنا التخصص. نعم، بحكم التخصص. هذا ما يجعلنا نتكلم دائما عن التخصص. إذا سميناه الإذاعة الثقافية فمقاربتها يجب أن تكون مختلفة، يجب أن تكون فعلا ثقافية. وأعجبني فيما تحدث رابح يا رشيد. فعلا سنتحدث، نضيف الحديث عن مقاربة الإذاعة الثقافية والإعلام الثقافي وتوجه الإذاعة الثقافية، ولكن من حيث المنطلق جميل جدا أن نتحدث عن التجربة الشخصية. نعم. هذه التجربة التي شكلت أعمارنا كما نقول. الإذاعة الثقافية مع كل سنة تمثل عمر من أعمارنا يضاف. كل شمعة نشعلها هي شمعة نشعلها أيضا من حياتنا. رابح يحتفظ ببعض الذكريات. ماذا عن ذكرياتك مع الإذاعة الثقافية وبدايات الانطلاق معها رشيد؟ أنا ولدت للإذاعة الثقافية، وكان رابح قد سبقني إليها لأنه كان من الأوائل من الرواد في الإذاعة الثقافية الجزائرية، يعني شهد الانطلاق والميلاد. أنا التحقت بعد ذلك بعام ونصف على ما أذكر، عام ونصف. نعم، التحقت بالإذاعة الثقافية والتحقت شابا جامعيا في العشرينيات من العمر، وأدعكم تضيفون 28 سنة من العمر، فلازلت شابا على ما أعتقد، ولكن أقارب الكهولة من الناحية البيولوجية، ولكن هذا عمر إضافي بالنسبة لي في الإذاعة الثقافية. وقد أمضيت ربما في الإذاعة الثقافية ما أمضاه الزميل رابح وما أمضيته أنت، كثير من الأوقات الجميلة والأحلام السعيدة التي تحقق كثير منها، والتي عجزنا ربما عن تحقيق الآخر. ولكن
فيما قدمناه كتجربة على المستوى الشخصي وحتى على المستوى الجامعي نحن كزملاء الجماعي عفوا، نحن كزملاء سواء المنشطين أو المخرجين، فإنها تجربة ثرية وثرية جدا خصوصا من الناحية الإنسانية. وماذا عنك أنت فريدة؟ حكايات. التجربة الإنسانية هذه التي تتحدث عنها هي التي كانت دافع رشيد ورابح حتى ننطلق، حتى نحاول أن نترك بصمة في كل ما نقدم في أي برنامج. أمام الميكروفون. نعم، أمام الميكروفون نسعى جاهدين سواء في البرامج ولا حتى في التنشيط المباشر. في أي عمل نقدمه كنا نشعر بتلك الحميمية، بتلك الروح الجميلة التي تجمعنا. كل واحد كان همه على الآخر، كل واحد كان يسعى أنه الآخر يكون متميز، لأنه عندنا هدف واحد هو أن نسمو بالإذاعة الثقافية وبمستمعيها أيضا. تجربة عشتها بكل ما فيها من فرح وأمل وأحلام تتحقق كما قال رابح. كان يتمنى أنه يعمل في إذاعة أو تلفزيون. أنا أيضا كنت أتمنى أن أكون يوما ما في الإذاعة، والحمد لله وفقت. وجدت في الإذاعة إخوة وأصدقاء، كل واحد مد يد العون للآخر. أتذكر رابح كان لطالما صحح علينا في الإعراب، ويا ويلنا إن أخطأنا الرقيب اللغوي. خصوصا لما نكون في التنشيط. رشيد أيضا لما يكون عندنا عمل إعلامي سواء حوار أو صفحة خاصة، أنا شخصيا لما ألجأ إلى رشيد أبدا لم يردني يوما، بالعكس استفدت منه أكيد. على مر السنين كان هذا الأمر كنزة إيمان. تعلمنا من كل الزملاء في كل موقع كانوا فيه، من أصدقائنا وزملائنا القدامى أيضا. تفضل رشيد. سنعود لهذه الحكايات الجميلة التي تتحدثين عنها، وسنحاول أن نسبر الأغوار ونسرق منك وتسرقي مني وأسرق من رابح هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات ونذيعها، لأن ربما بين قوسين تراث مشترك يمكن أن نقدمه للسادة المستمعين دون أن يكون في إحراج للخصوصية. معنا عبر الهاتف الأستاذ الهادي عامر، مدير الثقافة لولاية أسطيف. الأستاذ الهادي عامر، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا على من يود الاتصال بنا من المستمعين 023 70 92 02. مرحبا بكم أصدقائي وبكل اتصالاتكم. هناك إشكالية مع أرقام الهاتف. نعم. كثير منا لا يحفظها يعني صراحة. أنا أوله. ملي كنا في زبنة بعد رحنا للجولف يعني المرادية، ثم عودنا البولفار، ثم جينا لنا القبة. يعني الأرقام دائما كانت تتغير بصعوبة. يعني هناك من يحفظ الرقمين، هناك من يحفظ رقم واحد فقط. أنا كنت نحفظ فقط زبنة، يعني كنا في زبنة هذا كنت حافظ يعني رقم واحد مش مجمع يعني. لو تحطيت ستجد الرقم مكتوب هنا، كتبتهم. نعم، حتى الأنساب 26 70 32 فيها كتبتها طبعا حتى لا يفهمه الجميع. كما قلت زميلي رأس مالنا هم مستمعين. صحيح. منذ أن التحقنا بالإذاعة الثقافية، كانت لحظة التفاعل مع المجتمع هي لحظة النقطة فسيكون وجه الصدى تفاعل المستمعين مع ما سنقدمه من منتوج، مع ما سيأخذونه من انطباع عن الأصوات التي ستصل. ولكن بالتدريج اكتشفنا أن هناك صدى طيبا
ليس للصوت فقط ولكن